السلام عليكم ورحمة الله. عندي كلام موجود بداخلي بجوزة حلقي من سنين ما كنت اتكلمه، واجا اليوم لاتكلم فيه. انا معتزل عن ببجي موبايل وما عم بلعب هاي اللعبة ولا لي موجود فيها، ولكن اليوم في كلام بدي احكيه، بتمنى من الناس انكم تفهموني. حناقشكم بموضوع وحشوف تعليقاتكم بخصوصه. هذا الكلام وهذا الفيديو موجه لناس عقلاء، لناس لزلم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. الاطفال مالكم شغل، الله يرضى عليكم، روحوا عند اللي موزع شدات، روحوا لعند هالناس هي اللي بتعمل شغلات للاطفال، ارفعوا لهم مشاهده وخليكم عندهم، الله يرضى عليكم. الاطفال انا عندي ما لهم مجال بمحتواي، انا محتواي كلاته لناس واعيه ولناس كبيره. لو سمحتوا ما حتفهموا حكي، فرجاء خليكم عند الناس اللي انتم متعودين تشاهدوهم. الكلام بنص للناس اللي هي صناعة محتوى ببجي موبايل، وكيف نظرتي أنا لهذا الموضوع، وليش أنا لما ببجي موبايل تعمل بطولة أو لما تعمل إيفنت أو بدها تكرم صناع محتوى أنا ما بكون موجود فيه. برفض، ليس كبر، أقسم بعزة جلالة الله، الكبر لله وحده يعلى ولا يعلى عليه سبحانه وتعالى. ولكن بتنظر لصناع المحتوى يلي بينوجدوا حواليك، هل هي الناس بكل ما تعنيه الكلمة بالمعنى مشرفة إني أنا ألتقي فيها؟ هل هي الناس اللي أنا صنعت 5-6 سنين من حياتي كان فيها صناعة محتوى، كان فيها أداء، كان فيها فكرة فيديو، كان فيها محتوى على اليوتيوب، هل هي الناس اليوم اللي أنتم عم تجيبوها أنا بيشرفني إني ألتقي فيهم؟ ليس كبر إخواتي، لا تحكموا علي بسرعة، اسمعوني للأخير لو سمحتوا. بتلاقي أحد هي الناس اللي مدعوين للبطولات واللي متواجدين بهذا المجال محتواه عبارة عن سب، والفكرة من السب، أنا ليش عارض هذا الشيء؟ لأنه هذا الشيء فيه ضياع للشباب، وهذا فيه ضياع لأطفالنا، وهذا فيه هدم لمجتمعنا، وهذا فيه إساءة لقيمنا، هذا فيه كتير أمور عظيمة. أنا هيك بنظر لها، أنا ما بنظر لها على مبدأ إنه هي مشاهدات وأنا غيران. أنت لما بتفكر بهي الطريقة كتير بتكون شخص خاطئ. المشاهدات بتجي، أنا بإمكاني أعمل مثله وأزود، بس أنا انسحبت من هذا المجال حتى لا تصير عندي إساءة. صناع المحتوى مع الأيام عم يموتوا. الناس مشاهدات ما ضل عندها. اليوم بتلاقي شخص أداؤه خرافي باللعبة ومحترف وبيعرف بيلعب وقاعد فاتح، بس بتلاقي عنده 100 واحد. تسألني ليش؟ الناس ما بقى ركزت على الأداء، صارت الناس تركز على البهارات اللي جنب الأداء، ما بقى همها الطعم، صار يهمها الأمور الجانبية. طيب شو بتساوي هي الناس؟ واحد استلم لك موضوع الشحن، صار القصة عن شحن شدات فقط. وأنا كيف فيني استغل هدول الأطفال؟ كيف فيني اعمل له انفور ثلجيه؟ وكيف فيني انا هيك صار محتواي ما عاد في تنافس بالاداء. انت هلا بتجي شو بتفكر غيره فيني اعمل هيك؟ انا فيني استغل الاطفال واعمل لك محتواي كلاته استغلال باستغلال، عباره عن استغلال محتواي. رجعنا لموضوع، بتروح مثلا بتلاقي ايفنت لببجي موبايل، بتلاقي جايبين صناع محتوى، انا اسمهم صناع محتوى، والله ما لهم بصناع المحتوى 1%. بتلاقي جايبين لك ناس من برا ببجي موبايل، بتطلع على محتواه للي برا من ببجي موبايل، محتواه مرته عباره عن بحط مرته ببثوث مباشره وتحديات وكبس وشير. هذا شو اللي جايبه على ببجي موبايل؟ عدم مؤاخذه، انت شو اللي جايبك بيناتنا؟ انت روح دور على ناس مثل قطيعك امشي معهم. انت ليش عم تمشي معنا؟ انت شو اللي جابك على مجتمعنا اصلا؟ شي بيفور الدم وشي بيخلي الواحد يعصب لما تلاقي الناس ما عندها غيره. عم بحكي بقلب محروق. انا تفوت تلاقي ناس عندها بالبث تبعه 100، انت بس لانك مطلع مرتك الا حاطط مرتك جنبك، ولا جايب بنت حاطط لها فلتر عم تستغل النساء لرفع المشاهدات، بلاقي بثك فيه 2003 وهداك عنده 100. باي منطق؟ عيب، شيء بيخلي الواحد يفور. ولما بتيجي بتحكي بيقولوا لك دراما، هل اليوم اللي بيتكلم بالحق بيكون راعي دراما؟ محتواكم هذا صار كله هابط وكلاته سافل اسفل من الصرماية على الارض. شي بيخلي الواحد يفور يا عيب الشوم عليكم. بتروح بتجيب لي وحده كانت عم تقلد صوتها، اليوم صار فيها عم تجيب واحد يلعب وهي تركب صوتها على الفيديو، واليوم يصير اسمكم صناع محتوى. ونحن يلي عم نتعب ونحن يلي عم نشقى ونسهر الليالي صار اسمنا يتقارن مع هي الناس. ربينا اجيال نحن. كان دائما اقول للشباب اللي معي لا تسبوا لا تغلطوا، عيب في ناس عم تشاهدنا. اليوم تلاقي واحد ايمه حلو ولعبه حلو واداؤه على الجوال، تلاقي عنده بالبث 200 واحد،
واللي مطلع معه وحده فلتانه وقاعد عم يلعب ببجي ومركب له فلتر على الفيديو بتلاقي عنده 2003. باي منطق هذا؟ كيف بدك يعني يتواجد مع هيك ناس؟ بيروح بيجيب لك واحد من برا بيعمل مقالب بابوه. الاب يا رجل شيء عظيم، يرفع ابوي لما يكون موجود بمجلس. اليوم عمري 30 سنه متجوز عندي بنت، ابوي لما يكون بمجلس ما بحكي انا، بتطلع بوشه اذا غمزني او امرني اني احكي بتكلم هذا ابي يا رجل. في بدخل الجنه انا لما ببره هو وامي بدخل الجنه فيهم. اليوم محتواكم تعملوا مقالب باهلكم وبابائكم؟ هل هذا منطق؟ انو منطق اللي انتم عم تحكوا فيه؟ انتم شو عم يجيبكم على صناعه المحتوى بببجي موبايل؟ انتم مين اللي جابكم؟ ومثلكم متايل. لا تقولوا نحن صناع محتوى ولا تقربوا على اللعبه. هي اللعبه إلها ناسها، وهي إلها ناسها محترفين واداء فيها، بيلعبوا على ايبادات وبيلعبوا على جوالات ومقدمين محتوى. ما دخلك بهذا المحتوى يا عيب الشوم عليكم. هذا السبب اللي ما بتواجد فيه انا معكم، ولا يشرفني اني اكون متواجد معكم، لانه اشخاص منحطين ومحتواكم هابط وضياع لشباب الامه وضياع للناس. غيرتي على الناس، غيرتي هذا اللي عم يخليني فور واغلي. ضياع لشباب هالمستقبل. حاجه تسبوا وتغلطوا بالبسوس؟ روحوا شوفوا بسوسكم كلياتها بعر وكلياتها مسبات. يا ندل بتستنى واحد يبعث لك $1 لحتى تسب الناس؟ هل هذا محتوى؟ انت لو مؤمن بالله بتعرف انه لو رزقك بسابع البحار حيوصلك.